مساء النور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد الى هذا العدد الجديد المباشر من برنامج دنيا زينه. حلقه اليوم 28 ماي 2024. قبل الفاصل كنا حكينا مع النائب بالبرلمان ياسين مامي حول الصلح الجزائي وكذلك على الامتيازات الجديده لنظام الاف سي ار، ومشكور جدا مازال معنا ياسين مامي. نقولوا مساء النور مره اخرى ياسين، ونختم معك بسؤال حول مآل مبادره تنقيح المرسوم 54 وخاصه الفصل 24 منه بعد كلام رئيس الجمهورية أنه لا يمكن المساس بهذا المشروع. شكرا. هو سيد رئيس الجمهورية قالش لا يمكن المساس بهذا المشروع أو بهذا المرسوم خلال استقباله للسيدة وزيرة العدل، وإنما السيد رئيس الجمهورية أكد أنه مش مقبول ولن يتم إيداع أي شخص السجن على فكره أو على رأيه. ومن هذا المنطلق يزيد يتأكد أنه ضرورة تنقيح هذا المرسوم. نحب نقول أنه أعضاء مجلس نواب الشعب اللي تقدموا بتنقيح المرسوم 54 وهو كان بالمنطلق الوازع الوطني متاعهم وبهدف تنقية المناخات السياسية في البلاد. نحب نذكر أنه هذا المرسوم جاء في سياق معين، جاء في سياق وضع به المرسوم 54 وضع حد للفوضى والشائعات وهتك الأعراض والسحل اللي كان متواجد بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي بالضبط. وهذا المنطلق اللي كان لإصدار هذا المرسوم. نعرف أيضا أنه المراسيم يتم إصدارها في فترة فراغ تشريعي، يعني القوانين هي أعلى درجة من المراسيم، والمرسوم جاء في فترة وتم إصداره في فترة ما فيها مؤسسة دستورية تعنى بالتشريع. اليوم احنا بعد المصادقة على الدستور 2022 اللي فيه باب كامل يتعلق بالحقوق والحريات واللي يقول حرية التعبير والتفكير مضمونة ولا رقابة عليها، بعد مصادقة مجلس النواب على انضمام تونس لاتفاقية بودابست المتعلقة بالجرائم الإلكترونية والسيبرانية، واللي نذكر أنه الدولة التونسية ولكن ياسين هو الفصل المثير للجدل من المرسوم هو الفصل 24. يعني هل التنقيح ماشي مباشرة لتنقيح